ألقت أجهزة الأمن في مطار القاهرة القبض على الفنانة منة شلبي أثناء عودتها من الخارج بتهمة حيازة مواد مخدرة، وأمرت الجهات الأمنية بالتحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية. وكشفت التحقيقات الأولية أنه أثناء خضوع منة شلبي للتفتيش داخل جمارك مطار القاهرة عثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة، وتم التحفظ عليها وتحرير مذكرة بالواقعة والتحقيق معها. وكانت منة شلبي قادمة على متن الرحلة القادمة من أمريكا، وضبط رجال الجمارك مواد مخدرة يشتبه أنها المخدر المرجوانا موجودة داخل حقائبها بكميات كبيرة، والمخدرات عبارة عن 12 كيس مرجوانا وكمية كبيرة من أكياس الحلوى بالمرجوانا. وحسب مصادر من داخل مطار القاهرة انهارت منة شلبي من البكاء وطلبت حضور المحامي بتاعها، وقالت إنها مش هتتكلم أي كلمة غير في وجود المحامي. وعلى جانب آخر بتقدم منة شلبي مسرحية ساعة الحظ في موسم الرياض، وبتدور أحداثها في إطار من الكوميديا، وبتحتوي على عدد من الأغاني اللي هتقدمها منة شلبي وعدد من الأبطال المشاركين في العرض. ومن المقرر أن يسافر أبطال مسرحية ساعة الحظ للرياض في شهر ديسمبر المقبل لتقديم العرض هناك. وبتشارك منة شلبي في موسم دراما رمضان 2023 من خلال مسلسل علاج طبيعي المكون من 15 حلقة فقط، وهو من إخراج مريم أبو عوف. وكان المنتج صادق الصباح أعلن عن تعاونه مع منة شلبي في مسلسل علاج طبيعي، وكتب: من بعد طلوع الروح نعدكم بعون الله بعمل مميز جديد لرمضان 2023 مع الساحرة منة شلبي.